الفيديو اللي فات اتكلمنا عن حديث أم زرع، وأخدنا أول 3 سيدات اتكلموا على أزواجهم، والتلاتة ذموا في أزواجهم وخلصوا عليهم. تعالوا النهاردة نبدأ مع الست الرابعة. الرابعة قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أول واحدة تشكر في جوزها، وصفته إن هو زي ليل تهامة. تهامة دي في اليمن، فوصفته إن هو عامل زي ليل تهامة، ولا هو حر ولا هو برد، ولا تخاف منه ولا تزهق منه. فدي أول واحدة شكرت في جوزها. الخامسة قالت: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. دي برضو شكرت في جوزها. الفهد معروف عنه رغم قوته إنه بيحب يكسل يطنش، فهي بتوصف جوزها إن هو وهو في البيت هو شديد بس بيطنش بمزاجه إذا دخل فهد. وما تفتكروش ان هو عشان بيطنش في البيت في مزاجه ان هو ضعيف، لا، ده بره البيت اسد اذا خرج اسد، ولا يسأل عما عهد. يعني ما يجيش يقول يا جماعه انا كنت سايب هنا في الثلاجه 5 حتت لحمه بقوا 4 راحوا فين، ولا الهوى. فده راجل سهل، بس سهل مع اهل بيته، وده احسن واحد الرسول قال عليه: خيركم خيركم لاهله. فدي برضو تاني واحده تشكر في جوزها. كده 3 ذموا و2 شكروا. تعالوا نشوف الست قالت ايه. الست قالت: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. طينت الدنيا برضه على جوزها. يبقى كده 4 ذموا و2 شكروا. قالت: زوجي إذا أكل لف، يعني كل ما يقعد على الأكل ياكل من كل الأطباق، بيلف على كل الأكل. إذا أكل لف، ما بيسيبش أكل في حاله. وإذا شرب اشتف، اللي هم الناس اللي بيشربوا بصوت دول. وإذا اضطجع التف، ياخد اللحاف كله ويسيبك يطنشك ملوش دعوه بيكي. لا يولج الكف ليعلم البث، يعني ما يجيش يطبطب عليكي ويشوف ايه اللي مضايقك ولا يهتم بيكي اصلا. دي الستة. يبقى كده 4-2. الفيديو الجاي ان شاء الله ناخد الباقي ونشوف الحصيلة النهائية، كم واحدة ذمت وكم واحدة شكرت. فتابعوني.